السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم راح نعمل لكم وصفة دجاج في الفرن بأسهل طريقة. عندي زيت، بصل، طماطم وفلفل. فلفل دائما نقول لكم على حسب الرغبة، إذا تحبوا الحار أو الحلو حطوا. عصرة نص ليمونة وملح، راس الحانوت، كزبر وفلفل أحمر، كمون وتوابل دجاج. توابل الدجاج نستعملها في جميع الأطباق. وراح نحط له ثاني ماء، وراح نحط طماطم مصبرة. ن... لهنا نحك مليح هذاك الدجاج بالليمون، يعطيكم واحد اللذة. هذه استعملوا هذا الوصفة حتى ونحط الخل. هذه الوصفة استعملوها للدجاج المحمر، راح تجيكم روعة 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 والله العظيم. البارح بابا قاعد يشكر فيا ويعاود لأني عملت هذا الطبق، يعني لأنه ما كانش عندي دجاجة كاملة، عندي فقط بعض الأطراف كيما هكذا، ودرتها قبل المغرب بشوي، يعني ما طولتش بزاف، يعني ما طولتش، ما تديش الوقت. يعني إذا ما عندكش ما لقيتيش واش تعملي، يعني ما لقيتيش واش تطيبي، يعني في آخر لحظة ممكن تعمليها هذه الأكلة. البارح تأخر عليا الوقت بزاف وباش طيبت. اللهنا بعد ما تحطيها كل ما يجوز الوقت هزي من هذيك الصلصة وصبي على الدجاج هكا يجي طري وبنين، ويجي متشرب هذيك الصلصة. اللهنا قدمته مع البطاطا مقلية، يعني قليتها في آخر لحظة. اللهنا قطعتها لي بنت خويا وأنا قليتها. تحية لدعاء من هذا الفيديو. لهنا زينت البطاطا بالكاتشب وزينت الدجاج بالليمون. استعملوها الدجاج المحمر والله العظيم راح تعجبكم، ويجي طري 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 من داخل، ما يجي ويجي طايب، ما يجيش يعني كيما متعودين الدجاج. يعني ساعات يجي ناشف، ما يجيش ناشف، هذا يجي طري ويجي طايب. نتمنى انكم تجربوها ودعموني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.